انت عارف ان دماغك مش دايما عايزه مصلحتك، هو عايز راحتك. والمشكله ان الراحه غالبا بتوديك للاتجاه الغلط. بتعمل اللي عليك يمكن اكتر كمان، بس النتيجه مش على قد المجهود. هتبدا تبرر، يمكن لسه بدري، يمكن الظروف. بس عمرك سالت السؤال الاهم: انا ماشي صح ولا ماشي وخلاص؟ اهلا بيكم في ميتنج. انا دكتور محمد عثمان، والنهارده هنتكلم عن التفكير الاستراتيجي. والتفكير الاستراتيجي مش بتاع حروب ولا جيوش ولا خطط كبيره ومعقده زي ما ناس كتير فاكره. هو ببساطه انك تبقى عارف انت عايز ايه وتختار خطواتك على الاساس ده. مش رد فعل، اختيار. اي حد يقدر يتحرك، بس مش اي حد عارف هو رايح فين وليه. في ناس حياتها كلها رد فعل، فرصه تظهر يدخلوا فيها، حد يطلب حاجه ينفذوها، الدنيا توديهم اي اتجاه يمشوا فيه وخلاص. ومع الوقت يتعودوا على الحركه وينسوا الاتجاه. ودي اخطر نقطه، انك تبقى مرتاح في الزحمه بس تايه. خليني اقولها لك بصراحه، مشكلتك انك مش بطيء ولا انك اقل من غيرك، مشكلتك انك بتتحرك كتير بس في اتجاهات غلط. في ناس طول اليوم مشغوله، مجهود، تعب، ضغط، وفي الاخر مفيش نتيجة حقيقية. في ناس تانية بتتحرك أقل بس كل خطوة محسوبة. والفرق بينهم مش في القوة ولا في الذكاء، الفرق في حاجة واحدة: الاتجاه. التفكير الاستراتيجي مش انك تبقى عبقري ولا انك تخطط 10 سنين لقدام، هو انك تبقى عارف انت عايز ايه وعايز توصل لايه وتختار خطواتك على الاساس ده. مش معنى انك مشغول انك بتتقدم. ممكن تعمل 10 حاجات في اليوم ولا واحدة فيهم تقربك من هدفك. في حاجة في علم النفس اسمها وهم الانتاجية، انك تبقى مشغول طول اليوم وتحس انك عملت حاجة، بس الحقيقة انت كنت بتعمل اللي مريحك مش اللي هيغيرك. وفي فرق بسيط بس بيغير كل حاجة. واحد بياخد قراراته بناء على اللي قدامه دلوقتي، وواحد بياخد قراراته بناء على هو عايز يبقى مين بعد سنة أو اتنين. نفس القرار ممكن يبقى صح جدا أو غلط جدا، حسب انت شايف نفسك فين قدام. خليني أقول لك حاجة صريحة: أسوأ إحساس مش الفشل ولا إنك تتأخر، أسوأ إحساس إنك تكتشف بعد سنين إنك كنت بتتعب في الطريق الغلط. ممكن تبقى بتجري بأقصى سرعتك بس في دايرة، وممكن تبقى ماشي بهدوء بس في خط مستقيم. فاسأل نفسك السؤال ده بجد: لو فضلت ماشي بنفس الطريقة دي 6 شهور كمان، هتوصل ولا هتتعب أكتر؟ بس التفكير الاستراتيجي مش معناه تعقيد، هو ببساطة إنك تبقى واعي. أنت بتقول لإيه وبتقول لأ لإيه. مش كل اللي أنت بتعمله مهم، ومش كل المهم لازم تعمله دلوقتي. طب تعمل إيه؟ حدد أنت عايز إيه فعلا، مش اللي الناس عايزاه ولا اللي السوق بيجري عليه. حدد اتجاه واحد مش 5 أهداف، حاجة واحدة واضحة. اسأل نفسك قبل أي خطوة: دي هتقربني ولا مجرد حركة وخلاص؟ اتعلم تقول لأ، مش كل حاجة طبعا، بس لأي حاجة هتعطلك عن هدفك. وفي الآخر الموضوع مش إنك تتحرك أكتر، الموضوع إنك تتحرك صح. الناس اللي بتوصل مش أكتر ناس بتتعب، لكن هي أكتر ناس واضحة. ولو حاسس إنك بتجري كتير بس مش بتوصل، يبقى المشكلة مش فيك، المشكلة في الاتجاه. كنت معاكم دكتور محمد عثمان في ميتنج عن التفكير الاستراتيجي.